له. عطنا يا شيخ. طبعا احنا بدنا نخرجكم من عالم السجون. اعطونا يا شيخ حاجه تفرحنا الله يحفظكم. صح. احنا ذكرنا يعني ثمره من ثمار الصحبه الصالحه. صار لي موقف جميل وصراحه اثر في قلبي كثير. هذا الموقف عن فضل ذكر من الاذكار، عن الاستغفار. كثير من الناس يصيبوا هم ويصيبوا غم ويصيبوا ضيق، والله لو توجه للاستغفار لفرج الله همه وغمه وأسعده الله في الدنيا والآخرة. كنت يوم من الأيام ألقي محاضرة في جامع الأمير سلطان عندنا في مكة، صلى الله أن يرحم الأمير سلطان. فتكلمت عن الاستغفار وما أعد الله سبحانه وتعالى للمستغفرين. فلما انتهيت من الكلمة وجيت خارج مع باب الجامع إذ برجل يناديني: يا شيخ عبد الرحمن. التفت: والله يا شيخ أسامة أنت والشيخ فهد، إن الرجل ما أعرفه، لكن سبحان الله أول ما رأيت الرجل يا أخي حبيته في الله كذا، تحس فيه من السمت والوقار والنور في وجهه. لا إله إلا الله. أول كلمة سمعتها من الرجل هذا قال لي: جزاك الله خير إنك تكلمت على الاستغفار. قلت: وأنت كذلك الله يجزاك خير. قال لي: يا شيخ عبد الرحمن كرر من مثل هذه الكلمات، كرر من المواضيع هذا عن الاستغفار، والله ما تدري من يعني ما تدري قديش الناس محتاجة بهذا الموضوع. قلت: ابشر إن شاء الله راح نعيدها. وكم والله لقيت من الكلمات في الاستغفار وهي في ميزان هذا الرجل، وأنا والله ما أعرف وين مكانه ولا أعرف وين ساكن، لكن الله يسعده زي ما وصاني بهذه الوصية. لكن أهم شيء أن الله سبحانه وتعالى يعرف. نعم الله سبحانه وتعالى يعرف. سبحان الله. سألته سؤال طبعا لما قال لي هذا الكلام، وقال لي أول شيء قال لي: يا شيخ عبد الرحمن أقول لك حاجة عني قولها للناس، ونقولها والله ما أقولها رياء ولا سمعة، لكن أنا وجدت الأثر في الاستغفار. قال: أنا أستغفر الله قرابة في اليوم كم تتوقع يا شيخ أسامة؟ والله ما أدري، شيء عظيم والله أني أنقل كما قال الرجل. يقول قرابة 30,000 مرة أذكر الله سبحانه وتعالى. لو الواحد فكر مع نفسه يعني يستطيع يذكر الله في سيارته، يستطيع يذكر الله في عمله، يستطيع يذكر الله في بيته، يستطيع يذكر الله في المسجد، يستطيع كم من أوقات تمر علينا سدى وإحنا ما ذكرنا الله سبحانه وتعالى. الواحد يجرب صحيح. شوف كم يذكر الله سبحانه وتعالى، والله يبلغ العدد الشيء اللي ما يتخيله. لما قال لي هذا الكلام سألته سؤال وجاوب لي جواب والله دمعت منها عيني. قلت: طيب يا حبيبي أنت ما شاء الله إنسان تذكر الله ولسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل علاقته بالله قوية. قلت له: إيش حصلت من الاستغفار؟ إيش وجدت أثر الاستغفار في حياتك؟ جميل، سؤالك ترى في محله. تعرفون إيش قال لي؟ هذا اللي ايش قال لك؟ أرسل رسالة لكل من يسمعني، اللي مديون، اللي يريد الزواج، اللي يبحث عن الوظيفة، اللي مهموم، اللي يبغى السعادة، اللي يبغى الراحة. قال لي هذا الرجل: والله ما رفعت يدي أطلب الله حاجة إلا قضى الله حاجتي. لا إله إلا الله. إلا أعطانا الله سبحانه وتعالى سؤالي. كيف يعني سبحان الله إنسان يذكر الله، إنسان قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى وما يطلب الله حاجة إلا الله أعطاه إياه. يا شيخ في حياة المستغفرين حياة عجيبة. تجد همومهم تنزاح، أمورهم تتيسر، والهرجة كلها كلمتين: أستغفر الله. كم تأخذ من وقتك؟ ولا شيء. جرب الآن وأنت في بيتك وأنت في سيارتك وأنت مكان عملك، أضع ورقة واستغفر واستغفر واستغفر. امرأ يا شيخ الله عز وجل لما أرسل نوح إيش قال الله على لسان نوح؟ قال الله: فقلت استغفروا ربكم. كأن رجل يقول: يا نوح إذا استغفرنا الله إيش لنا؟ قال الله: إنه كان غفارا. يغفر الله ذنوبك، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرزقنا الله بالأمطار، ويمددكم بأموال وبنين. فقط لا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر، فضائل عظيمة وثمار عظيمة. لكن السؤال: أين المستغفرين؟ الله. أين المستغفرين؟ ترى مشكلتنا أن نبث أحزاننا وهمومنا للخلق. صحيح. إذا الواحد جاله هم وغم راح لفلان
وقال والله اني مهموم، والله لو قال